يلا يا ماما بقى ننزل بسرعة عشان كده هنتأخر وميعاد الغدا هيفوت. يعني هو يا فريدة الميعاد لو فات مش هيقدموا لنا غدا تاني يعني ولا ايه؟ ما انت عارفاها يا اخت بخيلة بخلص الصينين. يلا بينا. يا اهلا وسهلا اتفضلوا. ازيك يا فايزة؟ يلا يا ولاد تعالوا كلكم يلا ده بيت عمتكم. معلش يا فايزة بقى اتأخرنا عليكي شوية عشان المواصلات، اصل الحاج ما جاش معانا هو كان في الشغل. لا ولا يهمك، احنا اصلا لسه ما اتغديناش مستنيينكم. انا عطشانة يا عمتي. بس كده يا حبيبتي ثواني. سامعين صوت الخلاط؟ باين كده عمته بتعمل لنا عصير. تفتكروا عصير ايه؟ ممكن يكون عصير مانجا؟ لا عشان ريحة فراولة باللبن. انا حاسة انها عاملة لنا كوكتيل. ما تتعبوش نفسكم بصوا. فردت. شكرا يا عمتي انا مش عطشان، انا عايزه اتغدى على طول. وانا كمان يا عمتي. كلنا يا عمتي بصراحه كده عايزين نتغدى على طول كلنا. بس كده حاضر من عيني. ثواني يا اختي اما اشوف من التليفون ده. الو. لا اله الا الله. وحصل امتى؟ حاضر انا جايه على طول اهو. يا فايزه طمنين، دي حالة وفاة جاتلي في البلد، لازم اسافر حالا. بصوا البيت بيكو، حطوا الغدا واتغدوا اكني موجودة بالظبط، ما تنسوش وحلوا بالفروت. هو اهدى هنتغدى ازاي لوحدنا كده؟ عادي. هتلاقي عمته عامله حمام محشي جمبري. لا انا حاسس انها فراخ محشيه فريك. انا حاسه انها عامله لنا فراخ محشيه كتاكيت صغيره. ريحوا نفسكم الغدا كشري. صدمة كبيرة يا والقمر مالكم زعلانين كده ليه؟ الكشري ده ممكن نحوله لكباب لمحشي لكفته لليش كده. ازاي يا فالحسن النعيم ماما؟ صحيح ازاي؟ هتعمل عليه سحر ولا ايه؟ سحر وشعوذه. الكشري ده ممكن نبيعه وناخد من فلوسه ونجيب بيه احسن اكل. الله على افكارك الجهنميه. بس لو عمته جت ولقيتنا بعنا الكشري هتزعل. مش هي قالت البيت بيتكم؟ ولا عاوزينا بقى يا اصحاب البيع كشري؟ دوسوا لايك واشتركوا في القناه. خلاص هي فكره كويسه، هروح اجيب مكونات الكشري واجيلكم هوا. يلا كشري طازة. يلا كشري طازة كشري. يلا الصلصة اهو. يلا كشري طازة. يا فايزة ايه يا اختي الريحة الحلوة دي؟ تعالي ده احنا بنبيع كشري احسن من بتاع المحلات والله. بجد والله؟ ماشي هاتلي يا استاذ طبق ب10. ب10 جنيه دي يا استاذة؟ اقل حاجة ب15. دي حاجة غليت اوي. 10 جنيه دي قولي لها يا ماما اقل حاجة ب15 جنيه. اقل طبق ب15 يا مدام. ماشي يا اختي وماله، خليه يجيب لابو 15 ده لما نجرب، ده انا فيسه وعجبك. اتفضلي يا مدام. حط لي دقه وشطه يا جدع انت، ده انا دافعه 15 جنيه. من عينيا يا مدام. اتفضلي. الله، ده انا هقول لكل اصحابي يجوا يشتروا من عندكم. A few moments later.
لو سمحت انا عاوز 5 اطباق كشري، الطبق ب20. ايوه بقى، هو ده الشغل الصح. hours later. باينة فكرة الكسر ده هتنجح ولا هو احنا بنعمل كام دلوقتي كشري يا عمر؟ الكشري على بيخلص. بيعنا يجيب 300 جنيه. هاتهم كده اهم شوف. حلو قوي. ايه رايكم بقى؟ مش احنا جوعنا قوي؟ ناكل كشري تصبيره لغايه ما ناكل كل الاكل الحلو. والله فكره هايله. او لحد ما ننزل برضو عشان انا جعانه قوي. خلاص اشتروا انتوا كمان. استنوا انا هعزمكم. خد ال 100 جنيه دي يا عمر، هديها كشري تصبيره لينا كلنا. ياه، ده انت عازمنا ناكل مش تصبيره. ثانيه واحده هغرف لكم. بجد عاوز في كيس؟ ايوه انا عايز في كيس، عشان شفت ناس على اليوتيوب بياكلوا في كيس. مش قادرة، أنا سبعت قوي مش قادرة. وانا كمان سمعت على الاخر مش قادره. وانا كمان مش قادره، ده انا كده هقعد لمده يومين بحالهم ممكن ما اكلش. كلنا شبعنا الحمد لله. يلا بقى نروح بيتنا قبل ما عمته تيجي. يلا نروح بيتنا. يلا ايه نروح؟ ده كده فارس يبقى ضحك علينا كلنا وكسب من ورانا فلوس. بقى الواد فرس الزبله ده يضحك علينا كلنا وخد منك بقى قد ايه على كده يا عمر؟ قولوا لنا انتوا بسرعه وانا اروح الحق الواد فارس. Run. خد يدك. مش قادرة أفهم. وانا كمان مش قادره، انا كده هقعد يا بنت صفرا تعشى بيبكس. كتير؟ يا ماما